أهلا بكم إخوتي على قناة أخوكم أبو مرام ضمن برنامج يسمى حديث أبو مرام. حديثنا اليوم هو بعنوان: ما علاقة فلسطين بحبيب الملايين، بأبو الكلاسين وأبو الكوكايين. خليكم معنا وحلقة جديدة. أهلين يا غوالي، يا حبايبي، يا متابعين، يا حلوين. كلنا بنعرف بأنه حبيب الملايين، قصدي المقبور حافظ، أكثر من تغنى بالقضية الفلسطينية بفلسطين. ومن بعده بيشو أفندي اللي آخر ألقابه أبو الكلاسين أيضا تغنى بالقضية الفلسطينية وبفلسطين، وكله كان يقول: وين الملايين، الشعب العربي وين؟ استغربنا نحن، بل يعني فعلا انفعلنا مع هؤلاء وبتنا لهم عاشقين كعشقنا لفلسطين. لنتفاجأ بعد مرور السنين حينما دخل الثوار إلى قصر المهاجرين بأن هؤلاء ليسوا سوى يعني عائلة مماحين، لا علاقة لهم لا بالقضية الفلسطينية ولا بفلسطين. كل ما شاهدناه هي مجموعة صور لهم بالكلاسين، من حبيب الملايين إلى بشار اللعين. طب ما علاقة فلسطين أيضا ب يعني الكبتاغون والكوكايين؟ سأكمل لكم أحبتي. حينما استكمل الأبطال الثوار تحرير الأراضي يعني ودخولهم إلى باقي الأراضي فاتحين، لم نرى معسكرات تخص تحرير فلسطين، بل وجدنا معامل كبتاغون وكوكايين. إذا ما علاقة فلسطين بالكوكايين وبالكلاسين بعائلة المماحين؟ صفنت صفنت. فكرت مليا، فكرت قليلا، فكرت كثيرا كي أرى لغز أو حل لهذا اللغز اللعين. ما علاقة فلسطين بالكلاسين بالكوكايين؟ أتاني الجواب من عالم غيبه، قال لي: يا أبو مرام، ألا تعلم بأن بشار لا يستطيع لفظ حرف السين؟ هو لا يقصد فلسطين يا غبي، هو يقصد الكلاسين، لكن أنتم طرشان اعتقدتم بأنه يغني ويتغنى بفلسطين. اعذرونا إخوتي، سمعنا خفيف، سامحونا، راح نراجع طبيب أذنية أو نركب سماعة إلكترونية. تحياتي والسلام عليكم.